لا أحد يوقف زحف الحوثيين منذ اقتحموا العاصمة اليمنية صنعاء أواخر سبتمبر الماضي. تتوسع الجماعة بأريحية شبه مطلقة في طول البلاد وعرضها. منذ ذلك الحين يبدو أن جماعة الحوثي وكما يقول معارضوها خولت نفسها الحكم باسم اليمنيين، تقيل مسؤولين وتعين آخرين وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال تقول إنها تأتي على خلفيات الفساد ومحاربة التطرف، ليطال الاعتقال هذه المرة عضو هيئة علماء اليمن وإمام جامع الرحمة في محافظة الحديدة. وفي إب جنوب العاصمة يهاجم الحوثيون مجمعا للسلفيين ويعتقلون طلابا وحراسا للمجمع. لا يكاد يمر يوم دون أن يتعرض الجيش اليمني المنقسم أصلا على نفسه إلى هجمات واغتيالات لقادته. فبعد هجمات عدة نفذها الحوثيون نجا مؤخرا قائد المنطقة العسكرية الأولى من محاولة اغتيال في حضرموت، وكان الرجل نجا من محاولات اغتيال وجهت فيها أصابع الاتهام إلى تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة. وقبلها اغتال مسلحون ضابطا عسكريا في المنطقة العسكرية الثالثة في منطقة المطار. ذلك يأتي عقب يوم واحد فقط من إعطاء الثقة للحكومة اليمنية الجديدة بقيادة خالد بحاح، مما يجعل الأسئلة تحار في البحث عن أجوبة عن مدى قدرة حكومة الكفاءات على مواجهة كل تلك التحديات، لا سيما وأن جميع التفاهمات بين الحوثيين والرئاسة وبقية الأطراف اليمنية ظلت حبيسة الأوراق التي كتبت عليها. يضاف إلى ما سبق تبلور حالة من الغضب لدى عدد من القبائل بسبب ممارسات الحوثيين، وإذ تجلى ذلك بتنفيذ عمليات ضدهم فإن الأمر بات أكثر تعقيدا، لا سيما مع توسع عمليات تنظيم أنصار الشريعة ضد الجماعة، وليس آخرها تنفيذ تفجير استهدف مسلحين حوثيين في رداع وسط اليمن. في هذا المشهد يقف الرئيس اليمني حائرا أمام دولة هشة. يبدو أن مجلس الأمن اكتفى بتحذير الحوثيين من عواقب التصعيد وتهديد أمنها واستقرارها، أما المجموعة الدولية أو ما تعرف بمجموعة الدول العشر فلا يبدو أن لديها هي الأخرى استراتيجية لانتشال اليمن من حالة وصفت بأنها اللا دولة.